رغم التعتيم الذي يمارسه الإعلام العربي إزاء أحداث البحرين والمجازر التي وقعت جهارا نهارا، حيث بات الذين يتهمون الغرب بالكيل بمكيالين هم الآن يرتكبون الجريمة ذاتها بالنسبة إلى البحرين. مع ذلك التعتيم كله، إلا أن الأخبار التي بثته قناة أهل البيت وغيرها من القنوات المنصفة وما يتم تسريبه من صور وأفلام وأخبار عبر شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك أصبحت محل متابعة الشارع العربي عامة والبحريني خاصة. فالمظاهرات السلمية الحاشدة التي شهدتها شوارع البحرين ومراسيم تشييع جنائز الشهداء الذين سقطوا برصاص آل خليفة والشعارات التي أطلقها المواطنون سنة وشيعة فندت ادعاءات الإعلام الحكومي في تحجيم المظاهرات من جهة واختزالها في الشيعة من جهة أخرى. فالمظاهرات التي شهدتها شوارع المنامة يوم الثلاثاء عدتها وسائل الإعلام الغربية أكبر مظاهرات شهدتها البحرين في تاريخها، وكانت أصوات المتظاهرين لا تقبل التشكيك في مطالبهم وإن حاول البعض تحريفها. تكلم الشعب، ومعنى ذلك أن كل جمعية سياسية تدعو إلى قبول الحوار مع السلطة أيا كان شكل هذا الحوار ومهما اتخذ من مضمون فسيتجاوزها الشارع البحريني عبر إطلاق شعارات تضرب الأفعى على رأسها وتطالب باستئصال الغدة من الجذور. لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام، لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام. فالمواطن في كل أنحاء البحرين لم يعد يطالب بمجرد إصلاحات في نظام قمعي دكتاتوري ملكي بات قبحه أفظع من أن يتقبل عمليات تجميلية، وإنما الجماهير كلها باتت تطالب بإسقاط هذا النظام برمته. يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. أما ولي العهد الذي ظهر على الشاشة وهو مرتبكا كأنه يستجدي الهدوء بدا منهزما أمام قوة الشعب ومطالباتهم برحيل أسرته التي تسلطت على رقاب الشعب منذ 250 عاما عجافا. أنا أوصل رسالة أن التهدئة مطلوبة في هذا الوقت على أساس أن كل الأطراف يقدرون يطرحون قضاياهم بصورة مسؤولة ومنتجة. إلا أنه رغم الضعف الذي بدا على وجناته لم يقدم لشعبه إلا أن أجاز لهم أن يقيموا الحداد على الشهداء الذين تسبب هو وأسرته في قتلهم. يا مواطنين البحرين، أرجو أن نتكاتف ونتعاون ونتواصل مع كل القوى السياسية في البلد لنستطيع أن نعلن يوم حداد على ما فقدناه من أبناء. فالتكبر والطغيان الذي بات يسري في عروق أفراد هذه الأسرة جيلا بعد جيل لم يسمح لولي العهد أن يقدم كلمة اعتذار أو حتى وعدا بمعاقبة المسؤولين عن جريمة قتل المتظاهرين المسالمين. أما وزير الخارجية فقد تفضل على المعتصمين بأن سمح لهم أن يطرحوا كل همومهم على طاولة الحوار سوى مناقشة ملف رحيل آل خليفة عن كرسي الحكم، الأمر الذي طالب به الشعب بأكمله. هذه مسألة الشرعية، شرعية البلد. اللي يقول ما نريد النظام هيقول ما يريد بلاده، لأن البلاد هذه نظام شرعي ومتعارف عليه. هذا النظام شرعي وقائم، فمسألة الحوار إذن في إطار فطبقا لسيادة الوزير من لا يريد مبايعة أسرة آل خليفة فإنه وبالضرورة لا يريد البحرين بأكملها، معادلة لا يفهمها إلا من كان من الحاكمين. فقد سبق إلى هذه المعادلة العبقرية كل من حسني مبارك والقذافي وغيرهم من طواغيت العصر الذين اختزلوا البلاد في أنفسهم بعد أن ابتلعوا الخيرات وقتلوا العباد
وتسلطوا على الرقاب.